السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. اهلا بيكم في فيديو جديد وقصص رعب جديدة. النهاردة الفقرة اللي بنحبها كلنا، قصص رعب المتابعين. في الحقيقة في ناس كتير جدا بعتت لي، وانا بشكرهم جدا جدا من قلبي انهم شاركوني قصصهم المرعبة والحلوة دي، وان شاء الله كلها هذكرها في فيديوهات قادمة. بس طبعا علشان مدة الفيديو ما تطولش قوي، فانا هقسم الفيديو ده لاجزاء، وكل اسبوع كده باذن الله او كل اسبوعين بالكتير ننزل قصه فيها حكاياتكم. لو حابين انتوا كمان تبعتوا لي قصصكم المرعبه ومواقفكم المرعبه، يا ريت تبعتوها لي. هسيب لينك الفيسبوك في اول تعليق مثبت. يلا بينا بقى نبدا في القصه على طول. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا في اول قصه. اول قصه معانا بيحكيها استاذ احمد. استاذ احمد بيقول: السلام عليكم ورحمه الله. أنا اسمي أحمد من مدينة المحلة الكبرى. بيقول: القصة دي حصلت لي وأنا صغير، بس تحديدا مش فاكر عمري قد كده، تقريبا في ابتدائي. كنت بنام أنا وأخويا في نفس الأوضة، بس أنا كنت بحب أحط السرير بتاعي تحت الشباك، أما أخويا فسريره بيكون بعيد في الناحية التانية. بيقول: في يوم كنت نايم عادي، بس صحيت كده في بداية الشروق خالص، وقت ما يا دوب الضوء كان لسه بيدخل من الشباك، يا دوب أقدر لو حطيت إيدي كده أشوفها قدامي. بس بما إن سريري كان تحت الشباك، فكمية الضوء اللي كانت داخلة كانت قادرة تخليني أشوف ملامح الأوضة بوضوح. أول ما صحيت فتحت عيني بس من غير ما أتحرك، حسيت كأن في حد قاعد جنب راسي على السرير، بالظبط على المخدة اللي أنا نايم عليها. كان معاه زي كتاب أو دفتر كده بيقلب في الصفحات بتاعته. أنا سامع صوت الصفحات وهي بتتقلب بوضوح. مش بس كده، ده من كتر ما هو كان قاعد جنبي، كانت صفحات الكتاب أو الدفتر اللي معاه دي وهو بيحركها بتحك في راسي. العجيب بقى إن رغم الإضاءة اللي داخلة الأوضة دي، أنا ما كنتش شايف حد. أنا حاسس وسامع بس مش شايف حاجة. ساعتها قلت يمكن أنا لسه في مرحلة النوم، أو يمكن بحلم. رحت باعد راسي شوية وباعد نفسي كده عنه شوية. ساعتها التقليب اللي في الصفحات ده قل، ولكن بعدها بشوية اتعاد تاني. طبعا أنا بعد ما بعدت ما بقتش بحس بالصفحات وهي بتتحك في راسي، ولكن بقيت سامع الصوت بوضوح برضه. أنا سامع كويس وحاسس كويس باللي جنبي، بس مش شايف أي حاجة. كتاب حقيقي، صفحات حقيقي بتتقلب، ولكن أنا مش شايف حاجة. طبعا أنا وقتها ما قدرتش استنى أكتر من كده من كتر الرعب، وقمت من مكاني طلعت بره على طول أشوف أي حد من أهلي يكون صاحي. لقيت والدتي ربنا يديها الصحة كانت صاحية وبتقرأ قرآن. حكيت لها كل اللي حصل معايا، بس للأسف طبعا محدش صدقني. معرفش اللي حصل لي ده كان نوع من الجاسوم ولا إيه، ولكن أنا كونس يعني أعرفه إن الجاسوم ده بيكون حاجة تانية خالص، ولكن اللي حسيت بيه ممكن يكون حاجة من الكائنات الأخرى اللي احنا نعرفها دي. ولكن هو بيقول إنه يعني كان طيب، ما أذاهوش ولا عمل له حاجة، وما حصلوش موقف زي ده تاني. بس الموقف ده هو فاكره كويس جدا. ده كان الموقف الأول اللي حصل له. في موقف تاني برضو حصل له وهو صغير، كان في بداية مرحلة الإعدادي. بيقول: الموقف ده حصل لي في شقة البلد، شقة كده كان عاملها لنا والدنا في البلد، نقضي فيها وقت بقى اجازاتنا، الاعياد، نشوف اهالينا وهكذا. والبلد دي هي عباره عن قريه بس بتبعد عن مدينه المحله بحوالي كده نص ساعه. والشقه دي كانت واسعه جدا عن شقتنا اللي احنا ساكنين فيها في المحله، لكن التشطيب بتاعها كان لسه تشطيب بسيط جدا، ويا دوب عفش بسيط كده، سريرين على دولاب، انتريه صغير، سفره قديمه، حاجات زي كده. يعني يعتبر كنا حاطين فيها العفش القديم اللي ما كناش بنستخدمه في الشقه الاولانيه. والاضاءه اللي كانت فيها كانت وقتها اللمض اللي هي الصغيره دي، اللي هي اللمض الحمراء دي، مش لمبه بقى او نجف او كلام من ده، لا كانت اضاءه بسيطه. ويعتبر انا الوحيد في العيله تقريبا اللي ما كنتش حابب فكره ان احنا نبات في الشقه دي. معرفش ليه كان قلبي بيتقبض منها، او يمكن عشان المنطقه او البلد عامه هناك كانت هاديه بزياده، خصوصا بالليل. يعني كل البلد بتقفل تقريبا بعد صلاه العشاء، لدرجة ان انا في مرة نزلت عشان اشتري حاجة من سوبر ماركت او محل جنبنا، فنزلت على حوالي الساعة 9 كده، فلقيت الراجل بيقفل ومفيش ولا محل غيره فاتح، لدرجة ان الراجل استغرب ان انا جاي في وقت زي ده غير ان قرايبي هناك سنهم قريب بقى، مش من سني، قريب من سن اخويا اللي اصغر مني ب4 سنين، فيعتبر كلهم صغيرين عني، فيعني مفيش تأقلم بيني وبينهم قوي. المهم يعني ان احنا لما كنا بنبات هناك كنت بنام انا واخويا على سرير واحد، السرير اللي هو العريض الطويل 1.5 متر. كان بينام اخويا جوه الحيطه وانا بنام على الحرف، والسرير بالكامل كان في جنب الحيطه اللي قدام الباب. كان الباب متوارب شويه كده، واللمبه الصغيره شغاله في الصاله، يعني منوره ومدخله اضاءه الى حد ما كويس. يعني انا لما بكون نايم على السرير بشوف اللي بره الاوضه كويس جدا. المهم ان احنا في يوم كنا نايمين وانا ما كانش جاي لي نوم، اخويا نايم جنبي رايح في النوم خالص، وانا لسه صاحي. فجاه حسيت ان حد دخل من باب الأوضة، على الرغم من ان كان في اضاءة خارج الأوضة. مش شايف اي حاجة، انا سامع بس سامع صوت رجلين ماشية على البلاط الحافي عمالة تقرب مني. قربت مني لدرجة ان انا بقيت حاسس بحرارة جسم الشخص اللي داخل ده
قريب مني جدا. في اللحظه دي انا كنت متاكد ان في حد، بس مش شايف اي شخص، رغم ان في اضاءه قويه منوره، انا شايف كل حاجه في الاوضه حواليا. طبعا لما حسيته بيقرب مني بالشكل ده دخلت تحت البطانيه بسرعه وطلعتها لحد راسي، بس وانا بطلعها حسيت بالفعل بصوابع لمست جبهتي، بس انا غطيت وشي بسرعه. معرفش انا نمت ازاي وقتها، ولا اغمى عليا ولا ايه، بس انا نمت عشان اهرب من الموقف المرعب ده. طبعا لما صحيت تاني يوم حكيت الحكايه دي لوالدي ووالدتي، بس للاسف برضه محدش صدقني. ولكن اللي يأكد كلامي ده ان عمي واللي ساكن تحت شقتنا دي بالظبط 1000 مرة إن واحنا سايبين الشقة والشقة كانت فاضية تماما حس بحركة في الشقة من فوق. عارفين لما تحسوا إن جاركم اللي فوق عامل هيصة، رجول ماشية ورجول بتجري وحاجات بتتجر وعفش بيتجر، عارفين انتوا الحوارات دي؟ هو كان حاسس بكده بالظبط، حاسس بحركة لدرجة ان النجفة اللي في السقف عنده كانت بتتهز. واحد قريبي تاني كان ساكن برضه في نفس الدور في الشقة اللي جنبها على طول، قال انه سمع صوت عفش بيتجر جوه شقتنا دي وهي برضه فاضية تمام. فادي تأكيدين على ان انا اللي شفته ده ما كانش خيال. طبعا والدي ووالدتي مع القصتين اللي سمعوهم من عمي وقريبنا ده والقصه اللي سمعوها مني اتاكدوا بقى ان هم لازم خلاص ياخدوا موقف في الشقه دي، فبداوا يترددوا عليها من وقت للتاني وما بيسيبوهاش فتره طويله من غير ما نسكن فيها. وكنا كل ما نروح لازم نشغل قران ونسيبه شغال لفتره طويله. والحمد لله الاحداث دي ابتدت تقل شويه بشويه لحد ما بقاش حد يشتكي منها وهي فاضيه اصلا بعد كده، الحمد لله يا استاذ احمد. ودي تاني موقف ليه. ويلا بينا بقى ندخل على القصة التانية واللي برضه مرعبة جدا جدا. القصة التانية بتحكيها لنا بنوتة تقول أنا بنت عندي 17 سنة ولكن حصل معايا مواقف مرعبة كتير جدا جدا. بتقول كنت صاحية من النوم وكانت والدتي بتصلي جنبي. المهم إن والدتي بعد ما خلصت صلاة الفجر هي وبابا طفت انوار الشقه كلها ودخلوا علشان يناموا، وانا دخلت اوضتي طفيت النور انا كمان، وكان في ضوء خفيف كده داخل من البلكونه، بس سبت باب اوضتي مفتوح، يعني يعتبر الشقه كلها مظلمه ما عدا بس الضوء الخافت اللي داخل من البلكونه عندي. وانا كنت بنت وحيده ما عنديش اخوات. المهم لما دخلت اوضتي قعدت على السرير وشغلت مسلسل كده وقعدت اتفرج عليه، وكنت قاعده بضحك. قدامي كان باب الاوضه، بصيت لقيت شخص طويل جدا جدا عباره عن خيال اسود في اسود كان داخل الحمام، وانا شايفاه بوضوح جدا لان الحمام كان جنب اوضتي بالظبط. طبعا ساعتها انا مش قادره اقول لكم مقدار الرعب اللي انا حاسه بيه. فضلت اقرا الاذكار وغطيت وشي بالبطانيه وكنت حرفيا بترعش تحت البطانيه. في الحقيقه ان دي مش اول مره اشوف موقف مرعب في شقتنا دي. شقتنا دي من ساعه ما سكننا فيها وانا على طول بسمع صوت تخبيط في الحيطه بتاعه اوضتي، وصوت الخبط ده بيكون واضح وبقاله سنين. ده غير كمان ان انا بسمع صوت زق كراسي فوق في الشقه اللي فوقينا وجر كده عفش واصوات تخبيط، رغم ان انا متاكده ان الشقه اللي فوقينا برضه فاضيه وما فيهاش حد. هي مش بس شقه فاضيه، هي ما سكنش فيها حد قبل كده. وفي ليله تانية برضه كنت سهرانه لحد الفجر مستنيه الفجر يأذن علشان اروح اصحي بابا وماما ونصلي الفجر. بس وانا فجاه كده ببص كده على الدولاب لقيت الضرفه بتاعت الدولاب مفتوحه وفي ازازه كده محطوطه على الرف على حرف الرف. فقلت تمام اما اقوم اقفل الدولاب ده. بس يا دوبك انا جايه اقوم لسه حتى ما وصلتش للدولاب لقيت الازازه اللي محطوطه على الرف دي وقعت. الله، وقعت ازاي؟ اول مره حصل فيها كده ما ركزتش كتير وقلت مش مهم، يمكن يعني كانت محطوطه على الحرف بزياده والهواء ولا حاجه حركها فوقعت، رغم ان يعني ده مش تفسير منطقي، بس انا قلت لنفسي كده عشان ما اترعبش. بس بعدها بيومين حصل نفس الموقف تاني، نفس الازازه محطوطه على نفس الرف، بس المره دي انا حطيتها زقتها جوه شويه وبرده لقيت الدولاب مفتوح ولسه جايه اقوم اقفله لقيت برضو الازازه وقعت. المره دي بقى ولا في تفسير ولا منطق يقدر يفسر اللي حصل ده، لانها لما وقعت المره دي هي مش بس وقعت مالت من على الرف فوقعت، لا ده كأن حد مسكها حدفها بره الدولاب خالص لدرجه ان هي اتزقت تحت السرير، يعني مش وقعه عاديه خالص. ساعتها قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفضلت اقرا اذكار وقمت شلت الازازه وانا بسمي الله وعديت يومي ومعرفش برضو انا نمت ازاي. بعدها بكام يوم كنت برضو قاعده مستنيه الفجر لقيت باب اوضتي بيخبط جامد. طبعا انا اتفزعت ومتاكده مليون في الميه انهم مش اهلي، لان اهلي اصلا نايمين وانا متاكده انهم نايمين واهلي نومهم تقيل حبتين فصعب ان هم يصحوا، ولو صحوا بيكون علشان يدخلوا الحمام او يروحوا يشربوا وانا اوضتي جنب الحمام فهبقى سامعه على الاقل باب الحمام لو اتفتح، ولكن مش ده اللي حصل. وبصراحه انا ما رضيتش ارد ولا اقول مين ولا افتح حتى الباب لان عارفه ومتاكده ان دول مش اهلي. فالحمد لله الخبط ده بعد مره واحده بس وقف. بعدها بكام يوم برضو بعد ما صليت الفجر ودخلت علشان انام ويا دوبك بضغط عشان انام كنت قافله باب الاوضه لقيت الاكره بتاعه الباب بتتحرك. انا قافله الباب بس مش قافلاه بالترباس او بمفتاح،
يعني عادي لو الاكره اتحركت حد هيفتحه عادي، ولكن قمت كده مع السرير بصيت على الاكره لقيتها ثابته ما اتحركتش ومفيش حد دخل. بعدها نمت وفضلت اقرا اذكار كتير وقران كتير علشان اقدر انام من كتر الاحداث المرعبه اللي بتحصل معايا دي. في موقف تاني كده حصل لي من حوالي سنتين. في مره كنت انا ومامتي متخانقين زعلانين مع بعض، موضوع يعني تافه ولكن انتوا عارفين يعني مشاكل العيله دي. المهم ان انا كنت في اليوم ده نايمه الصبح، فاخويا دخل عليا الاوضه الصبح علشان يستخدم المرايه اللي عندي في الاوضه، لان المرايه اللي كانت في اوضته كانت مكسوره. فبعد ما دخل اخويا وهو بيسرح شعره كده قدام المرايه، لقيت والدتي جت وقفت على باب الاوضه وبصالي وهي مكشره، نظراتها حاده جدا جدا وبصالي ومكشره، يعني كانها عايزه تجيب حاجه تضربني بيها. في نفس الوقت بصت لاخويا، نظراتها اتغيرت بقت عاديه ورجعت تبص لي تاني بصه مكشره وحاده جدا. بعد كده اخويا خرج من الاوضه، مسكت هي اكره الباب من بعده وهي مكشره في وشي ومتضايقه جدا ومتعصبه جدا جدا، ورزعت الباب وراها قفلته ومشت. لما صحيت بقى خالص فتحت الباب لقيت والدتي قاعده في الصاله بتتفرج على التلفزيون عادي، لابسه نفس لبسها اللي ظهرت لي بيه الصبح عادي. فناديت عليها كده قلت لها ماما، فردت عليا عادي، يعني ما كانتش زعلانه ولا مكشره ولا حاجه. رحت قعدت جنبها على كنبه كده قلت لها عارفه ان انا مضايقاكي او معصباكي، في بينا مشكله، بس ما كانش ليه داعي يعني ان انت تخشي وترزعي الباب في وشي الصبح وتبصي لي بغضب كده، انا اتضايقت يعني. فماما راحت جايه بصالي كده قالت لي الصبح ايه ورزعت باب ايه، ما جتلكيش اصلا. طبعا انا استغربت واترعبت في نفس الوقت. حكيت لها الموضوع كله، حكيت لها الموقف، لقيت مامتي استغربت جدا جدا، قالت لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بنتي ايه اللي حصل، انا فعلا ما دخلتش عندك. وفضلت تقسم انها ما عملتش الكلام ده. قالت لي انا اساسا كنت نايمه وما صحيتش غير الظهر، ولا حتى شفت اخوكي وهو نازل. طبعا انا اترعبت جدا لاني ساعتها اتاكدت انها مش امي اللي جات لي ظهرتني في الاوضه دي، ما كانتش امي. في يوم تاني برضو كنت متعصبه انا وامي وكانت بتزعق لي يعني، فانا زعلت جدا ودخلت اوضتي، وبعدها على طول بعد ما دخلت الاوضه النور قطع. ساعتها اخواتي الاثنين جابوا كشافات كده وحطوها في الصاله. نفس الموقف اتكرر تاني، لقيت امي واقفه على باب الاوضه بتبص لي وهي مكشره وعصبيه جدا، كانها زي ما بقول لكم عايزه تمسك حاجه تحدفني بيها. لكن المره دي هي ما قفلتش باب الاوضه ولفت ظهرها ومشيت. الفكره ان اللي انا شفته قدام الاوضه كانت لابسه برضو نفس الملابس بتاعت امي في اليوم ده. لما النور جه رحت لامي واعتذرت لها، قلت لها ماما يعني برضو انت جيتي وعملتي كذا كذا، بصراحه بقى انا بقولها لها المره دي وانا خايفه يعني. تقول لي لا مش انا، وفعلا اكدت خوفي. قالت لي يا بنتي ما حدش جه جنبك اصلا، ولا رحت ناحيه اوضتك ولا بصيت لك ولا عملت لك حاجه. قلت لها ماما لا افتكري كويس، بس انا شفتك تلاقيكي بس نسيتي حاجه وجيتي تاخديها فبصيتي لي بصه كده على الماشي. فضلت تقسم بايمان الله انها فعلا ما جاتش. الفكره ان برضو خافت لانها لما سمعت مني الكلام ده اتاكدت ان اللي بتجيلي مش امي. ده غير اوقات تانية برضو ان انا ببقى سامعه امي او صوتها في البيت وبستناها ان هي تدخل البيت وكده، بيعدي ساعات من غير ما تيجي. يعني انا بسمع صوت امي وهي ما بتكونش موجوده اصلا. ساعات كمان بسمع صوت اخواتي بيكونوا قرب باب الشقه او قرب البيت، ببقى مستغربه يعني ان هم جم المشوار بسرعه كده، بس بستناهم يدخلوا البيت وبرضو بيعدي ساعات من غير ما يدخلوا ولا حد فيهم يظهر. في يوم تاني برضو كنت انا في اوضتي قاعده لوحدي في الشقه، وكان عندنا قطه، فانا وانا طالعه علشان ادخل الحمام قفلت باب الاوضه، بس كان في نور جوه الاوضه، سبت يعني النور مفتوح بس قفلت الباب علشان القطه ما تدخلش جوه الاوضه وتبهدل الدنيا. بس بعد ما خلصت وراجعه اوضتي تاني لقيت رجل حد بتتحرك من تحت عقب الباب، انا شايفاها رجل واضحه عماله تمشي. طبعا انا في الوقت ده خفت ادخل بصراحه جوه الاوضه تاني، رحت على المطبخ. بس وانا في المطبخ كان في مرايه كده، ببص بالصدفه كده في المرايه لقيت فيه خيال عدى بسرعه جدا اسود من ورايا. انا فعلا اتخضيت في الوقت ده لدرجه ان انا شهقت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفضلت اقرا اذكار، شغلت قران وعليت الصوت خالص في الشقه كلها. الموقف اللي جاي ده بقى فعلا كان مرعب جدا 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 بالنسبه لي، رغم ان اللي فات يعني كانوا مرعبين كفايه، ولكن المره دي الموضوع اختلف. في يوم كنت صاحيه قايمه علشان اصلي الفجر، لقيت والدتي في الصاله بتصلي الفجر، فوانا ماشيه كده عديت على اوضه والدي، بصيت على السرير لقيته نايم ومتغطي. ساعتها استغربت يعني ان والدتي بتصلي لوحدها، لان عاده من العاده والدي ووالدتي ما شاء الله محافظين على الفجر، مستحيل والدتي تصلي لوحدها الا لما تصحي بابا يصلي معاها. قلت مش مهم انا عطشانه هروح اشرب وارجع قبل ما اتوضى اصحي بابا عشان يصلي. بس فجاه بعد ما شربت ولسه رايحه اتوضى اتفاجئت بباب الشقه بيفتح وان والدي راجع من بره من صلاه الفجر. طبعا انا في وقتها كنت هقع من طولي من كتر الخضه والرعب. امال اللي انا شفته نايم ده كان ايه؟ تاني يوم الصبح حكيت لوالدتي اللي حصل ده، طبعا هي اتخضت جدا واترعبت. قالت لي يا بنتي ما انت يعني عارفه ان باباكي بيصحى يصلي في الجامع، ولو مش قادر يروح الجامع بيصلي معايا في البيت، ولكن عمره ما فوت صلاه،
وعمره ما نام على الصلاه. طبعا انا سكت وقتها وما رضيتش اتكلم اكتر من كده علشان احنا الاتنين ما نترعبش اكتر ما احنا مرعوبين. في يوم تاني برضو كان تقريبا في عيد الفطر، في الوقت ده كنت بنام بدري وبصحى بدري، كنت بنام يعني مثلا على 8 بالليل واصحى قرب الفجر او بعد الفجر اصلي وافضل صحي. فاليوم ده فعلا صحيت بعد الفجر، صليت وجبت حاجه كده لقمه خفيفه كده اكلها علشان كنت جعانه. بس على الساعه 8 الصبح كده حسيت يعني ان انا تعبانه، قريت الاذكار ونمت. بس بعد ما نمت بحوالي نص ساعه كده صحيت وانا بطني بتوجعني جدا جدا. حاولت اهدى كده واقعد، دخلت الحمام وخرجت وبعد كده نمت تاني. بس لما نمت حلمت بكابوس بشع، حلمت بواحده جايه لابسه اسود في اسود من راسها لحد رجليها، رفيعه، بشرتها كان لونها رمادي وشكلها بشع. فضلت تضحك في وشي كده برعب وتقول لي انا هوريكي، وذكرت اسم اخويا وقالت لي انا بحبه يستحمى بميه ساقعه مش سخنه علشان الميه دي بتاذيني، اما انتي بقى فانا هوريكي علشان انتي دايما بتفكريه بالصلاه وانا الصلاه بتخليني اتحرق. وبعدها قربت مني وحاولت تخنقني وانا بحاول اصحى من النوم واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفضلت وانا في الحلم بقرا قران بصوت عالي لحد ما الحمد لله صحيت. بس اول ما صحيت يعني انا حاسه ان انا صاحيه بس مش صاحيه، مش قادره افتح عيني، مش قادره احرك اي جزء من جسمي، تقريبا ده زي الجاسوم. حسيت كمان ان روحي عماله تتسحب من جسمي، حسيت ان روحي بتتشد من جسمي وبتطلع من راسي بالذات من عيني، لحد ما لقيت الست دي اللي ظهرت لي في الحلم واقفه جنبي على السرير وبتضحك بصوت عالي وبشكل مرعب، وانا عماله اتنفض من الخوف، ولا قادره اصرخ ولا قادره اتحرك، مش قادره اعمل اي حاجه. ساعتها فضلت اقول اذكار واذكر الله في سري واقول يا رب يا رب ساعدني، يا رب بعدها عني يا رب. وفجأة جسمي اتحرك مرة واحدة الحمد لله وقدرت ان انا اتخلص من اللي انا شايفاه ده. بس صدري كان وجعني جدا جدا، كأن كان في طوبة واقفة على صدري او حد ضربني جامد لدرجة ان قفص الصدري فعلا بيوجعني. بس فضلت اشكر ربنا وفضلت اقرا اذكار وفضلت اشغل قرآن جنبي، وبجد ده كان اكتر موقف مرعب حصل لي في حياتي. فضلت اتنفس بصعوبة وبجد كنت خايفه ان انا انام تاني اليوم ده، لدرجه ان انا سهرت يومين ورا بعض، ولحد دلوقتي ما عنديش اي تفسير للي حصل لي ده. فيا ترى انتوا عندكم تفسير للحاجات اللي بتحصل لها دي؟ خصوصا ان انا يعني شايفه انهم الحمد لله محافظين على القرآن والصلاه، ووالدها ووالدتها محافظين على القرآن والصلاه يعني، فالله اعلم ده ايه. هي بتقول كمان معلومه ان البيت مش مسكون ولا حاجه، لان محدش بيشوف ولا بيسمع ولا بيحصل له المواقف المرعبه دي غيرها هي بس، فاللي بيحصل لها ده تفسيره ايه الله اعلم. بس نفس البنت بتقول انها من فتره كده حصل لها يعني حاجه غريبه قوي قوي، ما اعرفش ليها علاقه باللي بيحصل لها ده ولا لا. بتقول ان في يوم من الايام انا كنت بجهز نفسي عشان كان عندي امتحانات الفتره دي، قاعده في الاوضه بحب اشغل القران كده واحب يبقى الاضاءه جنبي كده كويسه واقعد اذاكر. كان فاضل على لجنه الامتحان حوالي 3 ساعات، فقاعده براجع وبذاكر وبعد كده رحت الامتحان. بس فجاه وانا في الامتحان في اللجنه نمت، معرفش نمت ازاي. لما نمت حلمت حلم غريب جدا جدا. حلمت ان انا في شقتنا وفي جاره لينا في الدور الخامس بتخبط علينا. طبعا انا فتحت لها الباب. الجاره دي انا عارفه ان هي ما عندهاش اولاد، ما عندهاش بنات، يعني انا ما اعرفش عندها اولاد ولا ايه، بس هي قالت لفظيا كده ما عندهاش بنات. المهم قالت ان انا لما فتحت لها الجاره دي فضلت تتكلم كده كلام مش مفهوم، كلام انا مش عارفاه. فقلت لها عايزه ايه؟ لقيتها بتتكلم كلام مش مفهوم. فجاه ببص وراها كده على السلم لقيت في مبرد المياه على السلم، فاستغربت يعني ايه اللي جايبه على السلم ده. المهم ان انا لقيت نفسي بروح له وبشرب منه. وفجاه بعد ما شربت بصيت جنبي كده لقيت في بنت صغيره موجوده. البنت دي قالت لي ايه؟ انا عايزاكي تطلعيني عند ماما. قلت لها طلعك فين؟ قالت لي تطلعيني فوق شقتنا عند ماما. فانا اتضايقت كده قلت لها لا انا عايزه انام وانتي زي ما نزلتي اطلعي تاني. فالبنت فضلت تتحايل عليا فصعبت عليا فخدتها من ايديها وفعلا طلعت فوق لحد باب شقتهم. بس باب شقتهم اتفتح لوحده وما كانش فيه اي حد في الشقه. وفجاه ببص على باب الشقه اللي قدامهم لقيت طالع منه ست افريقيه. الست دي كانت طويله وعريضه كده، بصت لي كده وابتسمت لي وابتدت تتعرف عليا فابتسمت لها وتعرفت عليها. لقيت بنتها برضو طالعه، بنتها برضو كانت طويله وعريضه. المهم ان الست دي فضلت تعرض عليا وتصر ان انا لازم ادخل عندهم البيت جوه، وانا رفضت يعني رفضت جدا، ولكن مع اصرارها دخلت ولكن ما قعدتش، فضلت واقفه كده عند باب الشقه. بنتها كانت بتجهز نفسها علشان خارجه مشوار. المهم كانت بتلبس عبايه كده، فقلت لها ايه ده انت عبايتك حلوه قوي. ابتسمت كده ابتسامه ومامتها هي كمان ابتسمت وراحت جايه بصالي وقايله لي ده احنا كنا مستنيينك. فانا ساعتها قلت لها شكرا وهزيت دماغي كده وابتسمت، وبعد كده قلت لها انا هنزل بقى علشان تعبانه ولازم اروح البيت. بس وانا خارجه
لقيت ابتسامتهم دي اتحولت لابتسامه كلها شر، وعينيهم بقت عباره عن جمره نار. وفجاه الست مسكتني من رقبتي وخنقتني ودخلتني جوه الشقه، وفضلت تقول لي انا بتعذب بسببك، انتي بتعذبيني، انا دايما بصرخ من الالم وبتحرق بسببك. وفضلت تخنق فيا. وفجاه بنتها كانت واقفه جنبها وبتبص لها وبتضحك، شايفاني بتعذب والست بتخنقني بس عادي. وللاسف البنت الصغيره دي بصيت لقيتها واقفه، وطلعت هي اللي جايباني لحد عندهم كانها بتسلمني ليهم. بالعافيه قدرت اخلص رقبتي منها، وفضلت اكح من كتر ما هي خنقتني، وفضلت اقول اعوذ بكلمات الله التامات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي تصرخ كانها بتتألم، كانها بتتوجع. فضلت اذن واقول الاذكار وهي برضه بتصرخ قدامي، وقاعده تصرخ جامد في وشي كانها بصرختها عايزه تسكتني. صحيت طبعا وانا مخضوضه، فضلت اقرا الاذكار. انا كل ده في لجنه الامتحان. بعدها بكام يوم برضو نمت وانا بذاكر كده بطريقه غريبه، فضلت احلم برضو بكوابيس. فضلت كذا يوم على الحال ده. وفي مره لما نمت حلمت بامي جايالي، بس كان وشها يخوف، كانت جايه تخوفني كانها عايزه تنتقم مني، مش هي امي خالص. يا ترى اللي بيحصل لي ده ايه؟ انا مش عارفه. يا ترى حد فيكم عنده تفسير للي بيحصل للبنت دي؟ يا ريت اللي عنده اي تفسير ليها او يقدر يساعدها باي شكل يكتب لنا. وبس لحد هنا تكون خلصت قصصنا وخلصت حلقتنا. لو عجبكم فيديو وعجبتكم الحلقات ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. واكيد بقيه القصص والحلقات انا قلت لكم هعملها على اجزاء لانها هتبقى طويله جدا جدا، ومش هقدر كلها اجمعها في فيديو واحد. ولو عندكم انتوا كمان اي قصص يا ريت تبعتوها لي، واستنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.